دي بقى يا جماعة اللي يتقال عليها أخف من الكيكة وألذ من البسبوسة. النهاردة هنعمل كيكة الرواني المرملة اللي بتدوب دوبان، بتتسقي كده بالشربات وبتبقى وسط بين الكيك وبين البسبوسة، يعني لا هي اللي كيكة ولا هي اللي بسبوسة. كيك سهل وسريع ما بتاخدش أي وقت خالص، من أحلى وألذ الكيكات اللي هتجربوها في حياتكم. هنعملها النهاردة بمقادير مظبوطة جدا، ولو أول مرة كمان تعملوها هتطلع مظبوطة وناجحة من أول مرة. شايفين شكلها عامل ازاي وقد ايه مرملة وبتدوب دوبان؟ مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ متنسوش لايك كتير للفيديو ده، ويلا بينا نشوف الطريقة والمكونات على طول. الكيك ده ينفع نعمله في الخلاط، وينفع كمان نعمله بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهرباء. في البداية بنجهز طبق عميق وبنحط فيه 3 بيضات، والبيض بيكون بحرارة الغرفة. بنطلعه من التلاجة كده قبلها بربع ساعة ب10 دقايق ونسيبه لحد ما ياخد حرارة الجو. دلوقتي أنا زودت على البيض ظرف فانيليا بنكهة البرتقال، بيديلها طعم ونكهة وريحة حلوة جدا. لو مفيش كمان فانيليا بنكهة البرتقال بنستخدم فانيليا عادية جدا، سواء بقى فانيليا بودر أو فانيليا عادية اللي هي الفانيليا السايلة. وهزود كمان كوباية إلا ربع من السكر، والسكر بقى تزودوا الكمية عن كده تقللوها عن كده زي ما تحبوا خالص. لسه طبعا هنسقي الكيك بالشربات، فالأفضل إننا ما نزودش السكر عن كده. ينفع كمان نستخدم نص كوباية سكر بس أو تلت كوباية سكر. دلوقتي بقى بناخد المضرب اليدوي ونبدأ نقلب البيض والسكر والفانيليا مع بعض كويس جدا حوالي 5 دقايق كده، لحد ما نتأكد كده إن السكر بدأ يدوب بالشكل ده والخليط لونه اتغير وبقى لونه فاتح بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبدأ نضيف المادة الدهنية. معايا هنا كوباية إلا ربع سمنة على زيت، أنا استخدمت نص كوباية زيت وربع كوباية سمنة. هنزل بالسمنة والزيت كده على باقي المكونات، وهبدأ أقلب كويس جدا لحد ما المكونات كلها تبقى خليط واحد. هضيف كمان كوباية من اللبن أو الحليب يكون بحرارة الغرفة، تقدروا كمان تستبدلوا اللبن بكوباية من الزبادي. هنضيف اللبن أو الحليب ونبدأ نقلب كويس جدا، عشان لو في أي سكر مدبش في الأول مع البيض هيدوب معانا في الوقت ده واحنا بنقلب. نقلب كويس وبعدين هنبدأ نضيف المواد الجافة. هضيف كده معلقتين كبار من جوز الهند، طبعا جوز الهند اختياري وتقدروا تستغنوا عنه خالص. وبعد ما نضيف جوز الهند نقلب كويس، وبعدين هنبدأ نضيف كوباية وربع من الدقيق الفاخر. أنا استخدمت دقيق جميع الأغراض. بضيف الدقيق كده وهبدأ أقلب كويس جدا في اتجاه واحد، وبنقلب في اتجاه واحد كده عشان ما نخرجش الهواء اللي يدخل جوه عجينة الكيك. نقلب بقى كويس جدا كده لحد ما كل الدقيق اللي قدامنا ده يختفي ويختلط مع باقي المكونات. ما نبالغش كمان في التقليب، يعني يدوب بس أول ما الدقيق يختلط مع باقي المكونات نوقف تقليب خالص. هنحتاج كمان لكوباية من دقيق السميد الخام. دقيق السميد يكون خام مش مخلوط بأي حاجة خالص، دقيق السميد بتاع البسبوسة. وهنزود كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر أو ظرف بيكنج باودر كامل وزنه 16 جرام. وهبدأ إن أنا أقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا في اتجاه واحد بالشكل ده. وبعد ما بنضيف دقيق السميد يا جماعة ما بنقلبش كتير خالص، يعني يدوب بس أول ما المكونات بتختلط مع بعض بالشكل ده بنوقف تقليب خالص، عشان لو قلبنا كتير هننشط مادة الجلوتين والكيكة بقى هتطلع معيشة معانا ومش هتتشرب الشربات. فلازم بعد إضافة دقيق السميد ما نقلبش كتير. شايفين ده قوام الكيك بتاعنا بيكون متوسط بالشكل ده، القوام بتاعه مش تقيل قوي ولا خفيف. دلوقتي بقى أنا محضرة صينية مقاس 25 في 30، بدهنها كويس جدا بمادة دهنية سمنة أو زبدة أو زيت، وبعدين بحط فيها كده رشة من دقيق السميد عشان الكيك ما يلزقش، وهبدأ إن أنا أصب فيها خليط الكيك بالشكل ده. عايزة أقول لكم إن الريحة طالعة حلوة جدا قبل الخبز، ريحة الفانيليا بنكهة البرتقال بتدي للكيك بتاعنا يعني لون أصفر جميل، وكمان بتدي لها ريحة حلوة جدا. بعد ما بحط بقى خليط الكيك في الصينية بخبط الصينية كده قدامي خبطتين 3 عشان لو فيها أي فقاعات هواء تخرج منها، وهناخدها عشان نسويها على طول. هقول لكم دلوقتي واحنا شغالين برضو على التسوية المظبوطة بتاع كيكة الرواني، بس تعالوا الأول نحضر الشربات. عشان نحضر الشربات هنحتاج لكوباية من السكر، هزود عليهم كوباية ونص من المية. هنرفعهم بقى على نار متوسطة، وأول ما الشربات يبدأ في الغليان بننزل عليه بعصير نص ليمونة. هنسيبه على النار لمدة 5 دقايق بس. بعد كده هنديله ظرفين فانيليا أو نص معلقة صغيرة من الفانيليا. طبعا كيكة الرواني بتحتاج شربات يكون خفيف ودافي. حط كده ظرفين فانيليا على الشربات وبقلبهم كويس، وهسيب الشربات لحد ما يهدى معانا شوية. أول ما نخرج الكيك من الفرن وهو لسه ساخن هنسقيه بالشربات الخفيف الدافي.
يبقى الكيكة سخنة لسه خارجة من الفرن حالا، والشربات بتاعنا لازم يكون دافي ما يكونش ساخن. هبدأ ان انا اسقي الكيك بالشربات بالشكل ده. شايفين بتتشرب الشربات بسرعة جدا. عايزة اقول لكم كمان يا جماعة ان هي تاخد كل كمية الشربات اللي احنا عملناها. تعالوا بقى دلوقتي يا جماعة نتكلم عن تسوية الكيك هتكون ازاي. التسوية بتاع كيك الرواني هتكون زي تسوية اي كيكة عادية بالظبط. هندخل الكيك فرن سابق التسخين، نشغل الفرن من الاول عشان يسخن قبلها كده بحوالي 10 دقايق 5 دقايق، ونشغله على درجة حرارة 180. هنحط الكيك في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، والفرن هيكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا حوالي 45 دقيقة وهنلاقيها استوت. التسوية بتاع كيك الرواني زي تسوية اي كيكة عادية بالظبط. وبعد ما الكيك يستوي تماما بنولع عليها بقى الشواية عشان تاخد لون حلو من فوق. وطبعا زي ما قلنا اول ما نخرج الكيك من الفرن هو لسه سخن، هنسقيه بالشربات الخفيف الدافي. هنسيب بقى الكيكة لحد ما تهدى شوية كده او تبرد تماما، وبعدين نبدأ نقطعها بالشكل ده. قطعوها بقى زي ما تحبوا، اكبر من كده واصغر من كده زي ما تحبوا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هي مرمله ويعني بتدوب في البق كده ذوبان. عايزه اقول لكم كمان يا جماعه ان سكرها مظبوط جدا، يعني الحلاوه بتاعتها مظبوطه. لو حابين كمان تزودوا كميه السكر عن كده، يعني مثلا تحطوا في الكيك نفسها في عجينه الكيكه كوبايه سكر كامله، يعني زي ما تحبوا. حابين تقللوا الكميه عن كده تحطوا في عجينه الكيكه نفسها نص كوبايه سكر، يعني براحتكم خالص. عموما المقادير دي مظبوطه جدا، بتطلع معانا سكرها مظبوط مش تقيل ولا خفيف، يعني كوبايتين الا ربع سكر مظبوطين جدا مع المكونات دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ التسويه كمان مظبوطه جدا من فوق ومن تحت. مقاديرها مظبوطه جدا. ان شاء الله هتجربوها بالطريقه دي وبالمكونات دي، وانا متاكده ان هي هتعجبكم جدا وهتحتمدوها عندكم على طول. هسيب لكم بقى كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. يا ريت بقى الناس الجميله اللي وصلت معانا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني بلايك كتير للفيديو ده عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. ولحد هنا وصلت لنهايه الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه. لو البسبوسه بالطريقه العاديه بتبوظ منك، تعالي النهارده بقى اقولك ازاي تعملي بسبوسه الطاسه او هريسه الطاسه بدون فرن بقى، وكمان بدون حليب وبدون زبادي. تطلع بقى حلوه جدا، بتكون مرمله كده ودايبه ومستحيل تفشل معاكي تاني. مكوناتها سهله جدا وبسيطه، مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. مش هطول عليكم كتير، بس يا ريت قبل ما نبدا ما تنسوش بقى تدعموني بلايك كتير للفيديو ده. ويلا بينا نشوف الطريقه والمكونات على طول. وعشان نجهز بقى البسبوسة أو الهريسة هنحتاج لكوباية من السكر، سكر حبيبات عادي. هنزود على السكر كوباية من المية، مية فترة من الحنفية. هقلب بقى السكر والمية مع بعض كويس جدا. احنا هنا مش بنعمل شربات، احنا يا دوب بس بنعمل مية بسكر. وده كده يا جماعة بيكون الشربات بتاعها، بس شربات على البارد من غير ما نرفعه على النار. نقلب بقى السكر كويس جدا مع المية لحد ما السكر يدوب، وهنسيبهم على جنب دلوقتي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف باقي الخطوات. هنجهز طاسة على النار وهنحط فيها 3 معالق كبيرة من السمنة، وأفضل حاجة إننا نستخدم سمنة بلدي عشان ناخد منها أحلى طعم. هننزل على السمنة بكوباية ونص من دقيق السميد. دقيق السميد اللي هنستخدمه لازم يكون خام مش مخلوط بأي حاجة خالص. دلوقتي هنبدأ نقلب دقيق السميد كويس جدا في السمنة لحد ما يتحمص معانا وياخد لون ذهبي غامق. لو حابين بقى تضيفوا مع دقيق السميد في الوقت ده معلقتين كبار من جوز الهند، يعني زي ما تحبوا. أنا هعملها سادة كده بدون أي إضافات خالص. هنفضل نقلب فيه كده باستمرار، واهم حاجه النار تكون شغاله على درجه حراره متوسطه، ما نعليش النار عشان ما يلونش معانا بسرعه ويتحرق. انا بوريكم دلوقتي المراحل بتاعته بتكون ازاي. في الاول كده بيكون لونه فاتح، بس مع الاستمرار في التقليب بياخد اللون الذهبي الغامق ده. اهم حاجه نفضل نقلب فيه باستمرار، ما نشيلش ايدينا منه خالص. واول ما ياخد معانا اللون الذهبي الغامق ده هننزل عليه بالميه والسكر، ونحاول كمان ما نغمقش اللون عن كده عشان ما تتحرقش معانا وطعمها يطلع ممرر. هتلاحظوا كمان بعد اضافه الميه والسكر ان لونها غمق شويه. وبعد ما نضيف المية والسكر هنفضل نقلب فيه مرة تانية باستمرار لحد ما يتشرب كل ميته. واهم حاجة يا جماعة نكون شغالين على درجة حرارة متوسطة، ما نعليش النار. طبعا هو كل ما يتشرب المية كل ما القوام بتاعه بيتقل. واول ما يبدأ يتشرب المية بالشكل ده هنضيف الفانيليا. هضيف كده ظرف من الفانيليا، او تقدروا كمان تضيفوا معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هنقلب بقى الفانيليا كويس جدا مع خليط الهريسة او خليط البسبوسة
نلاقي بقى القوام بتاعه بدأ يتقل معانا بالشكل ده وتشرب كل ميته كده. خلاص بنطفي النار، وده كده بيكون القوام مش مليانة سوائل زيادة عن اللازم، وفي نفس الوقت مش متماسكة، لازم تكون معانا بالشكل ده. وهنجهز بقى دلوقتي صينية مقاس 25 أو صينية مقاس 22 لو حابين سمك الهريسة أو البسبوسة يكون أدخن شوية. هحط في الأول كده كيس بلاستيك أو كيس تلاجة في قاع الصينية من تحت، عشان لما نيجي نقلبها كده البسبوسة تطلع معانا بمنتهى السهولة، وكمان يكون شكلها حلو وشكلها متساوي. هنحط كده الهريسة أو البسبوسة في الصينية ووزعها كويس جدا بالشكل ده. نوزع بقى البسبوسة بالسباتيولا بالشكل ده بحيث ان وشها يكون متساوي، او ناخد الصينية نحركها كده شمال ويمين، هنلاقيها اتوزعت معانا بكل سهولة. وطبعا دي من الحلويات اللي لازم تتقدم وهي باردة، فدخلها كده التلاجة حوالي نص ساعة لحد ما تبرد، وبعدين هنبدأ نقطعها. حابين في المرحلة دي كمان توزعوا على وشها كده شوية مكسرات، شوية جوز هند، يعني زي ما تحبوا. ده كده شكلها بعد ما طلعتها من التلاجة. عايزة اقول لكم ان هي كل ما بتبرد كل ما بتبقى احلى، بتتماسك كده وفي نفس الوقت بتكون ناعمة وبتدوب دوبان. شيل بقى الكيس البلاستيك كده ونبدأ نقطعها لمثلثات بالشكل ده. حابين بقى تقطعها مربعات، مثلثات، زي ما تحبوا. تقدروا بقى تحطوا على وشها كده شوية من المكسرات أو شوية من جوز الهند. عايزة أقول لكم بقى يا جماعة إن طعمها حلو جدا، لو مجربتوهاش هيبقى فايتكم كتير. مرملة كده وبتدوب في البق دوبان، وسهلة وسريعة ومبتاخدش أي وقت خالص. عملنا النهاردة هريسة الشارع أو بسبوسة الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بدون حليب بقى وبدون زبادي وبشوية مكونات بسيطة جدا. هتجربوها بالطريقة دي وبالمكونات دي، وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم جدا جدا. ولو البسبوسة كمان بالطريقة العادية بتطلع معاكي مش مظبوطة، جربي بسبوسة الطاسة وأنا متأكدة إن هي هتعجبك وهتعتمديها عندك على طول. إن شاء الله هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. ولحد هنا وصلت لنهاية الفيديو، متنسوش بقى تدعموني بلايك كتير للفيديو ده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.